اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صباح الهنا، صباح السرور على كل مشاهدين، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. ربنا يسعد أيامكم جميعا، اللهم آمين. النهاردة يا حبايبي أنا هشارككم فرحة جميلة جدا معايا. النهاردة ده كان فرح بنت عمي، وكنا بنعمل عشاء العروسة، فحبيت أشارككم وأوريكم عشاء العروسة في الريف بيبقى عبارة عن إيه. الأول ده كده الحمام بعد ما نضفناه كويس جدا وغسلناه كذا مرة. لازم تغسليه بالملح والليمون وتنضفيه كويس جدا، وصفقناه ما شاء الله زي ما انت شايفة كده، يعني بنحشيه من بطنه وبنحشيه من عند الرقبة بالشكل ده. طبعا ده العشاء بيروح يوم الدخلة، لكن عشاء ام العريس بيروح يوم فرق العزال. يوم ما ودينا العزال بتاع العروسة ودينا عشاء ام العريس. عشاء ام العريس ده كان عبارة عن 6 اقراص عيش و50 فرخة، وطبعا بقى رز ومكرونة وشعرية وسكر وبطاطس وخيار وطماطم، كل انواع الخضار. بس للأسف انا صورته والفيديو اتمسح. هنا بقى ايه، بنحشي الحمام. طبعا حطينا المية تغلي على النار وفيها ايه بصلتين. بعد ما هنحشي الحمام ونقفله بالشكل ده. وطبعا لازم تعرفي الحمام بياخد تسوية قد ايه عشان ما تسيش عليه ويفرقع منك. الحمام بياخد من نص ساعة ل40 دقيقة بالظبط، يعني نص ساعة بيكون استوى، وقبل النص ساعة الا 5 بتكوني حطاله الملح عشان يبقى مظبوط، عشان الملح بيعطل التسوية، يعني بيأخرك في التسوية شوية. ما شاء الله حشينا كل الحمام. دلوقتي هنسقطه في المية. طبعا يا حبايبي لازم وانت بتسقطي الحمام في المية وهو على ظهره، ما تسقطهوش على وشه عشان ما يفرقعش لا قدر الله. هنا طبعا هنحط الحمام كله مرة واحدة. ما شاء الله اللهم بارك. وهنا معايا ايه 3 فرخات. ال3 فرخات دول احنا اتفقنا ان هو عشاء العروسة بس، لان عشاء ام العريس راح قبل كده. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة واخر نظافة. طبعا بالليمون والملح، خلي لا الخل بيظهر الزفارة. وهنا هنعمل مكرونة بالطماطم الجميلة معانا. حطينا مية تغلي على النار، فيها معلقة من الملح ومعلقة من الزيت، وهتسقطي المكرونة وتسلقيها بالشكل ده. هنا بقى الرز المعمر او الرز باللبن الحكاية بجد، يعني اللي ما اكلش على الكانون اي اكل قبل كده فايته كتير. طبعا يعني مش مشكلة ان انت قاعدة في شقة وان انت ما تعرفيش تعملي كانون، لا تعمليه على السطح عادي جدا. 3 قوالب طوب بتكوني عاملة كانون زي اللي انت شايفاه ده، تحط عليه الحلة وتولعي تحته النار. طبعا هنا حطينا اللبن والسكر، غلي الاول. بعد كده غسلنا الرز كويس جدا. الرز بلبن الرز بتاعه بيتغسل مرة واحدة بس عشان ما تفقديش النشويات اللي فيه، عشان ما يبقاش صايص كده منك، يبقى النشا مخليه ايه متماسك كده وقوامه حلو. فهنا غسلنا الرز وصفناه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اخر نظافة واخر جمال، اللهم بارك يعني على الكانون وبالجمال ده. طبعا هتدنك تقلبي كده باستمرار. هو متعب شوية في التقليب، بس بتاخدي نتيجة هايلة للرز باللبن، بيبقى طعمه تحفة. طبعا انت ايه بعد ما حطينا السكر واللبن وهو داخل على التسوية بتحطي الفانيليا عشان ما تفقديش ريحة الفانيليا بسرعة من كتر غليان اللبن. فبنضيف الفانيليا في الاخر، بتدي ريحة جميلة جدا. هنا الحمام معايا استوى خلاص ما شاء الله اللهم بارك. طلعته بالشكل ده. عشان هنعمل ايه بعد الحمام في نفس حلة الحمام، معايا ال3 فرخات اللي انا وريتهم ليكم قبل كده هنسقطهم في الحلة بتاعة الحمام عادي جدا. يعني ده طبيخ فرح وما شاء الله اللهم بارك، كل حاجة بتبقى جميلة جدا. هنا هنصفي المكرونة بس لقيت المصفى صغيرة فمش هتنفع اصفي فيها الحلة الكبيرة دي، فحطينا ايه حطينا جردل كده وعليه مشنة. طبعا احنا فلاحين واي حاجة بتبقى موجودة بنستخدمها. نزلنا بالمكرونة زي ما انت شايفة كده ما شاء الله اللهم بارك.
يلا كلنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكر الله في كومنت جميل. ولو مش مشتركة في قناتي ياريت تشتركي في قناة يوميات ام كريم عشان اللي جاي احلى ان شاء الله، وتفعلي زر الجرس. ودعوة حلوة كده من قلوبكم، ربنا يجعل لنا قبول بين عباده، وربنا يوعدكم بالفرح جميعا اللهم امين. هنا سقطت ال3 فرخات مع البصل مع الحوايج بتاعة الفراخ، وهضيف عليهم مكعب من المرق. طبعا هي الشوربة مش محتاجة حاجة، بس زيادة الخير خيرين. هنا خلاص هنضيف التسبيكة على المكرونة اللي هي عبارة عن طماطم وبهارات وزيت او سمنة. طبعا عايزة اقول لكم ان كل اكل العروسة متطعم بالسمنة البلدي، ريحتها جميلة جدا وريحة الاكل تحفة ما شاء الله، بألف هنا وشفا. طبعا شايفين ما شاء الله. هنا بقى عملت حلة رز بالشعرية، حمرت الشعرية نزلت عليها بالرز بعد ما غسلته مع معلقة من الملح ومية بتغلي على طول معايا، هسقي بيها الرز عشان يستوي بسرعة. هنا تشرب معانا المية، هنوطي عليه النار يستوي على نار هادية. وده يا حبايبي بعد ما فرغنا الرز باللبن او غرفنا الرز باللبن زي ما تسميه ما شاء الله، وزيناه بجوزة الهند والزبيب زي ما انت شايفة كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الحلة اللي على الكانون اللي عملناها مع بعض عملت كمية ما شاء الله، دي غير اللي احنا اكلناه حوالين الكانون. الحبايب بتبقى كتير، ربنا يكتر اللمة اللهم امين، وكله بياكل وكله بيدوق. هنا طبعا لازم نحط الاكل في الحلل بالشكل ده، ونغطيها كده ونشيلها على صواني ونوديها عند بيت العريس. هنا طبعا حطينا شيء، والشيء التاني هنحمره في الفرن، يعني على قد الاكلة بس هنحمر دلوقتي مع بعض. طبعا مش هننسى صينية الجلاش باللحمة المفرومة باللبن والسمسم. بتحطي نص الجلاش تحت، وبين كل جلاش طبقة وطبقة بتدهني دهنة من الزبدة، وبعد كده بتحطي العصاج بتاعك وتدخليها الفرن. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده اللهم بارك، حاجة تفتح النفس. يلا يا حبيبي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وربنا يوعدكم بالفرح جميعا اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.